عن زيد بن وهب الجهني عن الحسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه صلوات الله عليهما قال: يبعث الله رجلا في آخر الزمان وكلب من الدهر وجهل من الناس، يؤيده الله بملائكته ويعصم أنصاره وينصره بآياته ويظهره على الأرض حتى يدين طوعا أو كرها، يملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا وبرهانا يدين له عرض البلاد وطولها، لا يبقى كافر إلا آمن ولا طالح إلا صلح، وتصطلح في ملكه السباع، وتخرج الأرض نبتها وتنزل السماء بركتها وتظهر له الكنوز، يملك ما بين الخافقين 40 عاما، فطوبى لمن أدرك أيامه وسمع كلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوة الكرام. هذا النص منسوب للإمام الحسن ابن علي ابن أبي طالب الحسن المجتبى رضوان الله عليه، وهو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهو يتكلم رضوان الله عليه في كلام موجز بليغ يحمل من المعاني ما لو استطردنا في تفصيلها لم يكفنا عدد كبير من الحلقات. هو يتكلم رضوان الله عليه أنه إذا كان آخر الزمان بعث الله رجلا، وانظر إلى كلمته عليه السلام: يبعث الله رجلا، ودقق في الأمر كثيرا في هذه الكلمة بالذات، لأن كلمة يبعث الله رجلا هذه ستحل مشاكل ليس لها حدود، ستكون طاعته واجبة، سيكون كلامه غير مراجع، سيكون رأيه هو الرأي، سيكون قوله هو القول، سيكون ما أقره هو من حق فهو حق، وما أقره هو من باطل فهو باطل. برغم أن المهدي نعمة من الله عز وجل، ولكن في ظني والله أعلم أنه سيكون ابتلاء وتمحيص أيضا، لأنه سيأتي بأمور ربما أنكرها عليه كثير من المسلمين. هذا من المتعلمين، من أتباع العلم، من أتباع المذاهب، فما بالك من عامة الناس، ما بالك من عامة المسلمين. ولنفترض جدلا أن المهدي جاء فقال إن الموسيقى حلال، نحن نفترض افتراضا، هناك خلاف بين المسلمين، هذا له أدلته وهذا له أدلته، وإن كان من وجهة نظري أنا البسيطة وعلمي القليل أن أدلة التحريم هي الأقوى وهي الأرجح. لكن تصور رحمك الله إذا جاء الإمام المهدي وقال مثلا أن الموسيقى حلال، ما ردة فعل المسلمين؟ ما ردة فعل أتباع المذاهب؟ ما ردة فعل أتباع العلماء؟ ما ردة فعل أتباع المشايخ الذين يتبعون علماءهم ولا يتبعون الإسلام نفسه؟ لا يمر قول قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من خلال هؤلاء العلماء الذين أصبحوا كأنه كهنوت. في المقابل هناك أناس طبعا لا يجوز كلمة علماء عليهم، كإبراهيم عيسى ومن على شاكلته، والعلمانيين والمميعين في الدين وهؤلاء القوم الذين لا يريدون من الإسلام أي شيء فيه اختبار للنفس، فيه منع النفس من إحدى حظوظها. فالله عز وجل عندما فرض الفروض ومنع الموانع كان لحكمة منه سبحانه وتعالى، وكان للابتلاء أيضا وللاختبار، لينظر من يسمع كلام الله عز وجل ويطيعه رجاء في الجنة ومخافة في النار. طبعا هناك درجات أعلى من الإيمان، أعظم بكثير من هذه الأساسيات الإيمانية. لهذا قلنا أن المهدي كما أنه نعمة من الله عز وجل فهو أيضا ابتلاء، ينظر الله عز وجل من يطيع هذا الرجل الذي ابتعثه الله عز وجل، ومن
يعارضه ومن يقاتله ومن يحاربه ومن يجيش له الجيوش. وهذا في عامة المسلمين، وهذا في علماء المسلمين، وهذا في الأحزاب الفكرية والطوائف الأدبية والنخب الثقافية. هذا بعيد نهائيا عن الحكام، بعيد نهائيا عن مراكز القوة التي تستنفع وتسترزق بحكم والسيطرة على الناس. هؤلاء لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم الآن لقاتلوه قولا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم لو خرج الآن أجزم والله أعلم أن كل من يملك سلطة سيقاتله، حتى لو كان يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في معصيته جهنم، وأن في طاعته النار، وأنه صلى الله عليه وسلم منتصر عليه. فلتنظر رحمك الله إلى ما يكون عليه أمر المهدي إذا ظهر. يقول الحسن ابن علي: وكلب من الدهر. والكلب هو من العض، وكلاب أي ما يختطف به الشيء، وكلب الدهر أي اشتد على الناس بالمجاعة والفقر والجهل والابتلاء وصنوف العذاب والأذى النفسي والأذى البدني والقهر والذل وضياع الدين وضياع الدنيا، وما نراه ونسمعه ونشعر به الآن. ثم يقول عليه السلام: وجهل من الناس، وهو ما نحن فيه الآن. فلم يمر على المسلمين وقت كان فيه الناس أجهل مما نحن فيه. لا تنظر رحمك الله إلى من يتبع قنوات علوم آخر الزمان أو القنوات التي تتحدث في علوم آخر الزمان، فهؤلاء على الأقل لديهم رغبة في نصرة الإسلام حتى وإن اختلفوا مع ما نقوله. فما دخلوا على هذه القنوات ولا تابعوها ولا علقوا ولا أشادوا ولا انتقدوا إلا وعندهم حب في الإسلام، حب في نصر الإسلام على يد من يكون. هذا لا يهم، المهم هو الهدف نفسه. لكن أنت لو نظرت إلى باقي المسلمين، هؤلاء أيضا الذين يتابعوننا على الأقل لديهم علم شرعي، أو على الأقل لديهم معلومات كافية عن الإسلام، عن الصحابة، عن الأحاديث، عن فروض الإسلام، عن قواعد الإسلام، عن أركان الإسلام. وأجزم والله أعلم أن فيهم عدد كبير هم أكثر مني علما وأعلم بأمور كثيرة لا أعلمها أنا ولا أعرفها. فلا أدري، سبحان الله، أنا قد من الله علي بالكلام في شأن المهدي، وقد حاولت أن أتكلم في أمور كثيرة، لكن لم يفتح الله عز وجل علي إلا عند الحديث عن المهدي. قد تكون إرادة من الله عز وجل، وقد يكون شرف لا يستحقه المرء، وقد تكون رسالة أرادها الله أن تصل سبحانه وتعالى على لساني أو على لسان غيري. والحكم يكون بالغالب الأعم وليس بالشاذ النادر. فأنت عندما تحكم على بلد عملت منها 20 إنسان، 30 إنسان، 40 إنسان، كل من عملته كان بخيلا، فأنت تحكم على هذه البلد بالبخل. وهذا قطعا ليس على العموم، ولكن الحكم يكون بالغالب الأعم، أي أن الغالب على هذه البلد أو على هذه القرية هو البخل. فالغالب على زمننا هذا والزمن الذي يكون فيه المهدي وهو آخر الزمان هو جهل الناس. جهل الناس أي أن عامة الناس وغالبية الناس وأغلب الناس يغلب عليهم الجهل، إما عدم القراءة والكتابة، وإما الجهل بالإسلام نفسه، وإما الجهل بأهداف الإسلام نفسه، وإما الجهل بالإيمان نفسه، وإما الجهل بما يجب أن تكون عليه أمة المسلمين. المهم أنه الغالب على الناس الجهل، وجهل من الناس. نكمل إن شاء الله رب العالمين في الحلقة القادمة بقية شرح ما قاله الحسن ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في الإمام المهدي. هذا والله المستعان عليه التكلان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.